بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي الوزراء، السيدات والسادة ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، ضيوف الكرام، أسرة الإعلام، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في الجزائر بمناسبة الافتتاح الرسمي للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي تحتضنه الجزائر بكل فخر واعتزاز. إن هذه الطبعة تنعقد في ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية، ظرف تتسارع فيه الأحداث وعلى نحو غير مسبوق، وتتعاظم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة. إن هذه المنظومة قد باتت اليوم مهددة في كيانها وفي وجدانها وفيما تقوم عليه من قواعد ومن مؤسسات سياسية كانت أو أمنية، بل حتى اقتصادية. الخشية، كل الخشية، أن تكون إفريقيا قارتنا العزيزة مرة أخرى إحدى أبرز ضحايا هذه الأوضاع المتدهورة بتعنيف أولويات وإخفاء صوتها، صوت إفريقيا، وتهميش دورها في مسار إعادة تشكيل النظام العالمي رغم ما تختزنه من مقدرات وإمكانيات وطاقات. من هذا المنظور فإن لقاءنا اليوم ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، بل هو تجسيد لوعي جماعي يحدون جميعاً نحو بناء قارة متكاملة، قارة قوية الإرادة، وقارة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. همنا اليوم اقتصادي بامتياز، وهو هم مصيري يستوقفنا جميعاً لنطرح السؤال الجوهري: أين تقف إفريقيا اليوم من الاقتصاد العالمي بأسره؟ لا ننكر أننا أحرزنا إنجازات معتبرة خلال العقدين الماضيين، من أبرزها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والانضمام التجاري للاتحاد الإفريقي إلى مجموعة ال20، وكذا ربط علاقات شراكة مع أكبر القوى والمنظمات الاقتصادية في العالم. غير أن الطريق لا يزال طويلاً أمامنا لتصحيح المظالم التاريخية في حق إفريقيا ولافتكاك المكانة التي تليق بها في الاقتصاد العالمي. وهنا أود أن أستعرض بعض المعطيات التي أعتقد بكل أمانة وإخلاص أنها بالغة الوضوح والدقة والدلالة.
المعطى الأول، وهو أن إفريقيا لا تزال مغيبة في صنع القرار الاقتصادي العالمي بحكم تهميشها في أغلب المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية. فمثلا لا تتجاوز حصة الدول الإفريقية مجتمعة نسبة 6.5% 6.5% من حقوق التصويت بصندوق النقد الدولي، وهي الحصة الأضعف على الإطلاق داخل هذه المنظمة، وذات النسبة لا تتجاوز 11% عندما يتعلق الأمر بالبنك العالمي. أما فيما يخص منظمة التجارة العالمية، وبالرغم من افتكاك إفريقيا لمنصب المدير العام لهذه المنظمة لأول مرة في تاريخها، إلا أن هذا المكسب لا يغطي حقيقة أن إفريقيا لا تزال محدودة التأثير في صناعة قرار هذه المنظمة. المعطى الثاني، وهو أن حصة إفريقيا من التجارة العالمية لا تتجاوز نسبة 3%، وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بما تمتلكه قارتنا من موارد تشكل 30% من الثروات الطبيعية العالمية، وتحتضن أكثر من 1.5 مليار نسمة، يشكلون سوقاً استهلاكياً صاعداً هائلاً. كما أن حصة إفريقيا من تدفق الاستثمارات العالمية لا تتجاوز مبلغ 94 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهذا شيء ضئيل وضئيل وضئيل جداً، وهي الحصة الأضعف في العالم، حيث تمثل نسبة لا تتجاوز 6% من إجمالي هذه التدفقات. المعطى الثالث، وهو أن التجارة البينية الإفريقية لا تزال في حدود 15% تبادلات بينية، إذا ما قورنت بأوروبا. التبادلات البينية الأوروبية تصل إلى 60%، بينما التبادلات الإفريقية لا تتجاوز 15%. ولا شك أن هذا الواقع يحرم اقتصادياتنا من فرص كبيرة للنمو وتوفير ملايين مناصب الشغل لشبابنا. المعطى الرابع، وهو أن أفريقيا تعاني فجوة عميقة في البنية التحتية الأساسية للنقل والطاقة والاتصالات والتمويل، وهي الفجوة التي تقدر بنحو 90 مليار دولار سنوياً، وهي تكلف إفريقيا انخفاضاً سنوياً بنسبة 2% من منتوجها المحلي الإجمالي. إن هذه المعطيات يجب ألا تحد من عزيمتنا، بل على العكس ينبغي أن تكون دافعاً إضافياً للاستنهاض بطاقتنا الجماعية لتحويل واقعنا القاري إلى نجاح تسحق به التنمية وتعزيزها. الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مثل هذا المسعى، وهي التي أخذت على عاتقها أن تساهم بالقدر المستطاع في رفع هذا التحدي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. إن مساهمة الجزائر في هذا المسعى
تتمثل في أوجه عديدة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: أولاً، المشاريع الهيكلية الكبرى ذات البعد القاري التي شرعت فيها الجزائر على غرار الطريق العابر للصحراء الذي سيربط بين الجزائر وأغلب الدول الشقيقة في منطقة الساحل الصحراوي، ومشروع أنبوب الغاز الجزائري جزائر نيجيريا الذي سيؤمن الطاقة والتنمية لدول عدة، وكذا مشروع الألياف البصرية الذي سيحقق السيادة الرقمية ويعزز الابتكار لفائدة دول المنطقة. وهذه المشاريع كلها قائمة حالياً. ثانياً، تعزيز وسائل التواصل مع الدول الإفريقية الشقيقة، لا سيما عبر تدشين مشروع خط السكة الحديدية الذي سيصل إلى أعتاب الدول الشقيقة جنوباً، وهو خط السكة الحديدية الذي سيمر على أضرار وصولاً إلى مالي، وخط السكة الحديدية الذي سيصل إلى النيجر مروراً بتمرست. وإطلاق رحلات جوية مع العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، وكذا خط بحري يربطنا بالعديد من أشقائنا في شمال القارة وغربها. ثالثاً، المساهمة في توفير مقومات التجارة البينية الإفريقية، لا سيما عبر إنشاء 5 مناطق للتبادل الحر مع الدول الشقيقة في المغرب العربي ومنطقة الساحل الصحراوي، وافتتاح فروع للبنوك الجزائرية في إفريقيا، وكذا تدشين ممثليات تجارية في العديد من دول منطقة الساحل الصحراوي. هذا كله كان يحسب تأخر تلام عليه الجزائر في وقت مات. اليوم نتدارك ما فتنا من سلبيات. لن نستطيع أن نقول أن الجزائر إفريقية، بينما لما تذهب إلى أديس أبيبا لازم تمر على عاصمة أوروبية، لما تمشي إلى دكار لازم تمر على عاصمة أوروبية. هذه ما هيش إفريقية هذه. إذن نحن نتدارك النقص الذي لاحظناه منذ زمان، والحكومة الحالية تتجه إلى سد كل هذه الثغرات حتى نكون حقيقة إفريقيين أولاً. ثانياً، نساهم بقدر المستطاع في تنمية قارتنا، بالأخص أن القارة الإفريقية هي المستقبل، والقارة الإفريقية بغض النظر على المقومات المنجمية وغيرها، القارة الإفريقية قارة شابة. إذن لازم نفهم سياسياً واقتصادياً أن ما نقوم به اليوم هو لشباب إفريقيا، والحمد لله رأينا من خلال الشباب الجزائري، من خلال الشباب إفريقي، أنه شباب مبتكر يعرف كيف يسير أموره، ما عندوش عقدة مع أي قارة أخرى. إذن مستقبل نرى في شبابنا إن شاء الله. ثالثاً، المساهمة في توفير مقومات التجارة البينية الإفريقية، لا سيما عبر إنشاء 5 مناطق للتبادل الحر. رابعاً، على صعيد تثمين الطاقات البشرية، حالياً إلى هذا الدخول الجامعي الجزائر توفر سنوياً لإفريقيا 8,000 منحة دراسية لأشقائنا الشباب الإفريقي للالتحاق بمقاعد ومعاهد وأقطاب التميز في ميادين الرياضيات والروبوتيك
وتقنيات النانو والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن 101 جامعة ومركز جامعي بالجزائر. وتفخر الجزائر بأن ساهمت منذ استقلالها في تكوين ما لا يقل عن 65 ألف إطار إفريقي. بدون ضجة، بدون ما نشيع هذا لا في صحف ولا غيرها، إيمانا منا أننا نناضل في صمت من أجل إفريقيا، مثل ما قامت الجزائر في وقت فات مش بعيد جدا بمحو المديونية ل 14 دولة في صمت. محو مديونية كانت تقدر بمليار و500 مليون دولار. إذن كل هذا بكل تواضع وبدون من يبرز الجزائر الإفريقية. نحن متيقنون أن مستقبلنا أولاً وقبل كل شيء في إفريقيا. إن الجزائر تؤمن أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يتوقف على مدى قدرتنا الجماعية على إقامة بنية تحتية متكاملة. يا ريت لما نصل، وممكن بعد 5 سنوات أو 6 سنوات إلى أبعد حال، أن الموانئ الجزائرية تستقبل البضائع تاع الدول الإفريقية التي ليس لها شواطئ، ليس لها طل على البحر، وتصل بالقطار بعد 24 ساعة فقط. إذن هذا هو المخطط. إذن الجزائر اليوم بعد ما أدارت ظهرها لإفريقيا، اليوم متوجهة بصراحة وبقوة وبيقين نحو إفريقيا، نحو قارتنا. لخلق ظروف الاستثمار المربح للجميع. إننا بحاجة إلى مضاعفة الجهود وحشد الطاقات وتوحيد المساعي لنحول منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى أداة فعلية للتنمية ونقطة انطلاق نحو استعادة إفريقيا لمكانتها المستحقة على الساحة الدولية بسلم وسلام وأمن وأمان. فلنجعل من هذه الطبعة الرابعة منطلقاً جديداً وعهداً متجدداً نضع فيه أيدينا بأيدي بعضنا البعض، ونسير فيه بخطى ثابتة نحو إفريقيا قوية متضامنة مزدهرة. إفريقيا تصنع غذاءها بذاتها، تستمر وتستثمر ثرواتها لصالح بناتها وأبنائها، وتنتزع مكانتها عن جدارة واستحقاق في عالم اليوم وعالم الغد على حد سواء. وبهذه الكلمات ربما تكون عاطفية ولكن نابعة من صميم القلب. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. إفريقيا محتاجة للتنمية. من أراد أن يوقف الهجرة يساعدنا لتنمية بلدان إفريقيا وإعطاء العمل
فرص العمل للشباب الإفريقي. إذن أتمنى إن شاء الله حتى تصلح الأوضاع في الحالية التي تظهر بوضوح إجحاف العالم في حق إفريقيا. وأخيراً أستسمحكم وأعلن الافتتاح الرسمي للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، وأدعوكم الآن إلى الانتقال إلى جلسة النقاش حول موضوع المنطقة التجارية الحرة. شكراً على سعادتكم.